السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في صفحتي موحى الأهلاوي. الحقيقة النهاردة كان يوم يعني صعب شوية. الكل كان مترقب اليوم دوت مباراة النادي الأهلي مع سيراميكا ومباراة الزمالك مع بيراميدز. كان الكل بيقول ممكن الشكل الدوري بنسبة كبيرة قوي يتحدد النهاردة، لكن أعتقد إن هو بقى الوضع كما هو عليه. الأهلي فاز على سيراميكا الحمد لله 1-0، والزمالك اتغلب، أو بيراميدز فاز على الزمالك 1-0. حتى متشابهين في الاهداف، يعني مش مثلا الاهلي على الاهداف، لان طبعا احنا عارفين ان في حاله تساوي النقط الاهداف هي اللي هتحسم بطوله الدوري. فالاهلي برضو جاب 1-0 وبيراميدز جاب 1-0، ويبقى فارق الاهداف 7 اهداف لصالح الاهلي، فرق لصالحه يعني. تمام. يعني معناه ايه يا سامح؟ ان الاهلي لو كسب ان شاء الله مباراة البنك الاهلي القادمة، واتعادل مع فاركو اخر مباراة، وبيراميدز فاز اخر ماتشين، كده هيبقى الاهلي وبيراميدز متساويين في النقط، وهيحتكموا الى فرق الاهداف. هيبقى الاهلي هو بطل الدوري ان شاء الله. لكن ان شاء الله الاهلي يفوز على البنك الاهلي، ويفوز على فاركو، ويحسم الدوري ان شاء الله مبكرا. طبعا مستوى الاهلي النهارده كان سيء جدا، ما كانش عاجب كل الاهلاويه، لكن زي ما بيقول لك كده اخطف واجري. يعني الهدف ان احنا خلاص اخدنا نقطه، واخدنا 3 نقط وخطفنا وجرينا. تمام. برضو نفس الوضع. الزمالك كان سيء جدا جدا جدا، وطبعا عواد ما شاء الله عليه يعني كان متألق النهارده. طبعا يعني زي ما بيقولوا كده، وجاب لنفسه الكلام بصراحة لكل السوشيال ميديا وكل المحللين. يعني انت راجل كنت المباراة اللي فاتت زعلان ان انت ما اشتركتش اساسي، وبعدين نزلت وغضبت وكده. طب وانت فين؟ طب ما ده مستواك اهوت، يعني ده يبقى ما عادش بقى تزعل بعد كده يعني. لكن طبعا ما اعتقدش ان الزمالك يبيع مباراة او كده، او مثلا يفوت مباراة. هو ما كانش عنده الروح، يعني هو ما كانش عنده الروح ان هو يبقى متحمس ان هو يفوز على بيراميدز. ودي برضو مشكلة كبيرة جدا. الأندية الكبيرة دي ما ينفعش فيها الكلام ده. الحمد لله عدت على خير النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يوم مباراة الأهلي والبنك الأهلي يفوز إن شاء الله ويكمل